السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. انتي بتعملي ايه كده؟ وايه اللي جابك هنا تاني؟ هقول لكم كل حاجة، بس تعالوا نبدأ ونقول بسم الله والصلاة والسلام على اشرف خلق الله. لايك بقى وشير وسبسكرايب للقناة. زي ما انتوا شايفين، انا من يوم ما فرشت المطبخ فوق وانا ما نزلتش هنا الا يعني بنزل اجيب حاجة ولا كده واطلع. طبعا الدنيا تضرب تقلب وما عملتش اي حاجة من وقتها. والعيد داخل علينا فقلت لا، ما بدهاش بقى. نقوم نتنشط كده، وعشان الحق ان انا اغسل السجاد عايز يتغسل. الدنيا بصوا تحت متبهدله احلى بهدله. طبعا وانا بطلع الحاجه كنت بطلع كده، والولاد بقى بشكل عشوائي، والدنيا كانت ما شاء الله متظبطه. بس الجد خالص مش نظيف، يعني بصوا عايز يشتكي للجيران، فقلت المه بقى عشان الحق اغسله. وزي ما قلت لكم الدنيا مش متظبطه خالص، فهنظبط كل حاجه مع بعض، ونشيل بقى الستاير كمان عشان نغسلها. انا مش هشيل الفرش ده عشان بس ايه، تفهموا انا عايزه اعمل ايه او تبقوا معايا على الخط. انا مش هطلع العفش ده خالص، ان شاء الله هنجيب عفش جديد فوق. بخصوص الشقه بقى اللي هاريني اسئله، اعمل لنا جوله في الشقه. طب يا جماعه الشقه لسه فاضيه، يعني انا فرشه فيها بس طقم سجاد كان عندي كده. غسلته وفرشته في الشقة ومحطوط، بس ايه يعني نقول كنبة كده وشوية شوية حاجات كده بسيطة خالص في الشقة، لان انا عايزة اجيب حاجات كلها جديدة، مش عايزة اطلع العفش اللي كان موجود عندي. فهمتوا بقى؟ طب هعمل لكم جولة بناء على ايه؟ هوريكم ان الشقة فاضية، فما ينفعش يعني. فاول ما تخلص ان شاء الله، اول ما اجيب العفش الجديد هقول لكم، او اكيد هتشوفوه معايا. فهمتوا قصدي ايه؟ فما رضيتش بقى ان انا اطلع العفش ده، قلت اخليه زي ما هو. والشقة دي هتفضل مفروشة والمطبخ مفروش وكل حاجة تمام. دي ممكن اعملها بقى لو عندي مثلا عزومات، عندي اي مناسبة، حاجات من دي. فهخلي الشقة دي نظيفة كده ومفروشة يعني ايه لما نكون متجمعين كتير قوي، فاهمين قصدي؟ فدي هخليها للمناسبات كده، تاخد الهرس بتاع البيت كله. طبعا حد برضو لو جوزي معاه ضيوف ومش عايز يطلعهم فوق، فمفيش مشكلة برضو يستقبلهم هنا، فاهمين قصدي ايه؟ بس فهنا بقى شلت السجاد اللي كان في الارض، وطبعا هغسله، مش هفرشه خالص دلوقتي تاني. هنفرشها ونظبطها بعد كده، بس دلوقتي هشيل كل الحاجات دي اغسلها. دي انا كنت بتخانق مع بنتي على السلسلة دي علشان هي كانت مضيعاها، انا كنت جايبها لها يعني سلسلة فضة وهي كانت مضيعاها. فبقول لها اصلا انت يعني قلتي ان هي ضاعت وما دورتيش عليها او ما سالتيش تاني. فبقول لها بصي هي محطوطه فين وانت عماله تقولي السلسله ضاعت، ما بتفكرش في اي حاجه. هي ضاعت، يلا خدت الشر وراحت، ربنا يهديها. فهنا بقى شلت كمان المفرش بتاع السفرة عشان اغسله. بصوا ما خليتش حاجه، كل الحاجات دي هتطلع بس ما عدا فرش الركنه. يعني مش هخلع فرش الركنه عشان انا كنت لسه غسلاه من قريب، وهو بصراحه كان نضيف عشان مفروش عليه فرشه. هنا هشيل الحاجات اللي على السلم. السلم ده كمان عايز يتغسل، مليان تراب. بص كل حاجة هنا مليانة تراب. انا بقالي شهر تقريبا ما عملتش اي حاجة هنا من وقت ما طلعت فوق. هفك السلم ده واطلعه بره دلوقتي عشان لما اجي اغسل السجاد هديله كده ايه، شطفة بالخرطوم. طيب في ناس بتقول لي احنا تايهين منك، مش عارفين انت يعني انتي كنتي في شقة بره ولا كنتي في البيت. لا يا جماعة، ده البيت، انا ما طلعتش من البيت يعني. لما نقلت في الشقة اللي تحت دي في الدور الأرضي. هي عبارة عن أوضة وريسبشن كده طويل، والمطبخ والحمام وطرقة فقط لا غير، لأني واخدة نص البيت ده مخزن. مخزن كده معمول في أول البيت من ورا. ده الدور الأرضي. الدور اللي هو التاني اللي انتوا بتشوفوه الشقة العادية بتاعتنا زي ما شفتوا كده، اللي احنا فيها المطبخ الجديد. بس هما الدورين اللي عندي والروف اللي انتوا شفتوه اللي هو على السطح. تمام كده فهمتوا؟ عشان في ناس مفكره ان انا كنت في شقه بره ورجعت البيت تاني، او انا نقلت في شقه جديده. يعني هم مش فاهمين حاجه. كتر خيرهم يعني. هم ساعات طبعا بيفوتوا فيديوهات، فعشان كده ما يعرفوش إيه اللي حصل. او طبعا اللي متابعيني قوي عارفين كل حاجه. هنا بقى هشيل الركنه كان تحتيها، استغفر الله العظيم يا رب. بصوا تراب السنين، كانها بقى لها سنه مش شهر. طبعا اصلا في الفتره الاخيره كمان قبل ما اطلع، يعني قبل ما انقل فوق،
كنتش بعمل حاجة، يعني ايه، كنت بعمل حاجات خفيفة كده لاني كنت مشغولة قوي في ان انا مثلا بطلع اشتري حاجات، بصور معاكم الفيديوهات الحاجات دي، فكنت مشغولة ما كنتش عارفة اعمل حاجة، يعني ما كنتش بصراحة ملاحقة، يعني عارفين ما تبقي لوحدك مش ملاحقة هنا وهنا وهنا، فالموضوع كان صعب قوي يعني. فالحمد لله، يعني ربنا بيقوي والله، فعلا فعلا لو نويتي خير على اي حاجة بتعمليها في الدنيا ربنا بيقويكي، افتحي باب كده يكون فيه خير هتلاقي ربنا قواكي عليه وما تعرفيش ازاي. يعني لو انت هتفكري بس يا لهوي انا هعمل ايه كل ده عليا لوحدي، او كل ده هعمله لوحدي، فبتلاقي لا الموضوع بيبقى بالصبر، وطبعا بالإرادة، وطبعا طبعا يعني بمشيئة الله قبل اي حاجة. هنا بقى هنفض اسمه ايه الشباك ده، طبعا بصوا مليان تراب، تراب السنين يا جماعة. بصوا بقى انا بعد التراب ده يعني ايه البخاخة بتشتغل لازم اخد بتاعة الحساسية دي من كتر التراب. تقولي لي البسي كمامة، والله بستسهل او بكسل يعني من الاخر. انا نضفته كده، بصوا بقى انا مش همسح بالمنظفات ولا اي حاجة غير الارضية بس، هحط شوية منظف كده من بتاع الارضيات فقط لا غير. طيب هاجي ألمع مثلا لو في حاجة عايزة تتلمع، عفش عايز يتلمع، حاجات من دي مش بحب اعملها إلا لما انا بفرش السجاد، كده كده هتلم تراب تاني على ما اغسل السجاد واجي افرشه هيتلم تراب معايا تاني، فهعمل ايه، هنديها مسحة بس من التراب كده، ولما اجي افرش هلمع بقى التلميعة الأخيرة دي، فاهمين قصدي ايه. بصوا كمية التراب، وبصوا التراب الناعم ده بقى كارثة. عايزة اقول لكم التراب الناعم ده اكتر حاجة يعني بتتعب في التنظيف، عارفين ليه؟ عشان بيعمل الهبو بتاعه كده بيتعب فعلا، مش بيتعب كمجهود، بيتعب كنفس وككل حاجة يعني. بصوا هنا بقى هديها مسحة عشان هحط الركنة دي مش هشيلها تاني، لما اجي افرش السجاد مش هشيلها طبعا تاني، فهمسح تحتيها وهمسح بقى الصالة كده مسحة خفيفة كده، وبعد كده زي ما قلت لكم لما باجي افرش، لو انا شايلة بقى الستاير والسجاد عشان اغسلهم، لما باجي افرشهم بلمع كل حاجة تاني من الاول. فانا بس كنت بلم كده، يعني مش بنضف بقى تنظيفة اللي هي، لا بلم وبكنس بقى كل الحاجات اللي موجودة، او بشيل العفش واكنس تحتيه، لما باجي افرش بلمع بقى كل الحاجات دي تاني من الاول. نعتبرها بقى تنفيذ العيد، لان ايه فوق الدنيا سهلة خالص، المطبخ لسه نضيف مفهوش اي حاجة، مش متكركب يعني، لان ما شاء الله عايزة اقول لكم ايدي فيه على طول، يعني يوم ويوم تقريبا بلمع كل حاجة فيه، فزي ما هو مفيش حاجة اتبهدلت، مفهوش دهون، مفهوش اي حاجة. والشقة يا دوبك بس هشيل السجاد اللي فيها والكام كرسي والكنبة اللي انا حطاهم دول، والمع الارضيات وشكرا على كده، يعني احتمال كمان ما اغسلش السجاد اللي فوق لاني لسه حطاه ونضيف، يعني انا انفضه بس وامسحه مش هغسله. فالشغل كله هنا، يعني ايه الحاجات اللي متبهدلة عندي زي ما انتوا شايفين هنا كده، اللي فيها كمية تراب كتير. طبعا عندي كمان مدخل البيت، يعني عايزه اقول لكم عايزه اطلع الفرن زي ما كان فوق لاني هستخدمه كتير ان شاء الله الايام اللي جايه، انتوا عارفين بقى ايه دخلة العيد، وال نعمل بقى العيش بتاع الفتة اللي بصوا لا يعلى عليه، وكمان ان شاء الله نعمل الرقاق ورقاق الطاري والحاجات الحلوة بقى بتاعت العيد دي اللي تحسسنا بالعيد ان هو داخل علينا كده. طبعا كل سنة وانتم طيبين، النهاردة اول يوم في ذو الحجة، يا رب ينعاد علينا الايام بخير، و... وان شاء الله كل اللي نفسه في حاجة ربنا يحققها له، والسنة الجاية ان شاء الله ان شاء الله نكون كده جمعا في الحرم. بصوا شلت السفرة طبعا كنست وراها، وزي ما قلت لكم همسحها مسحة خفيفة، وبعد كده هلمعها هي والكراسي بتاعتها لما اجي افرش. بصوا بتاعت الورد دي انا كنت عاملاها لو فاكرين او متابعين معايا من فترة كده، كنت عاملاها انا بايدي وكانت تحفة، وكانت متنسقة كده وشكلها تحفة. كل شوية مكة تروح تشيل منها وردة وتيجي تجيبها لي، على يعني ايه بتهديني، يعني كتر خيرك يا ست مكة بوظتيها يعني. بصوا بقى انا طبعا مكان ما شلت الحاجة من المطبخ كل حاجة زي ما هي، محدش طبعا ايه حرك حاجة من مكانها، هشيل بس كان في برطمانات مكان السمنة عايزة تتغسل طبعا، وهنا ايه تاني، وده كمان برطمان سمنة، ودي علب بلاستيك
وكان عندي فاضل شوية فناجين وحاجات كده من الحاجات اللي انا رصيتها فوق، ما كانش ليها مكان، يعني ما كنتش عايزه اكركب المطبخ بصراحه. قلت خلاص خليهم هنا تحت، يبقى في شويه هنا وشويه هنا والدنيا تمشي تمام كده. فهجيبهم بقى احطهم في الضرفه دي. بص أنا كنت سايباهم كده في السبت البلاستيك ده، وانا طبعا كنت غاسله كل الحاجات دي، حتى الحاجات اللي انا رصيتها في المطبخ اللي فوق كنت غاسله كل ده، ما كنتش مخليه اي حاجات دي. انا شلت الفراجيل اللي عليها وحطيتها في النيش اللي فوق. بصوا بقى دول بقيت طقم الاكروبال، وانا مخليه اصلا الاطباق بتاعته هنا، يعني مفيش منه اي حاجه فوق. فقلت خلاص طالما الاطباق بتاعته هنا هرصه بقى مكان ايه في الدولاب اللي فاضي ده. يعني هنحطه كده إيه، مثلا عايزين نعمل هنا كوباية قهوة اي حاجة يبقى الفناجين موجودة تمام كده. يعني خليت جزء تحت وجزء فوق، يعني لو عايزة اي حاجة هلاقيها تحت، مش هفضل بقى ايه انزل حاجات من فوق وحاجات من تحت، لا هنا هتبقى فيه كل حاجة، وفوق الحمد لله برضو فيه كل حاجة. هنا زي ما قلت لكم بصوا فيه كمان اطباق. معلش الاضاءة هنا بقت مش حلوة علشان اللمبة حاساها ضعفت مرة واحدة كده، مش عارفة ليه، تقريبا زعلانة عشان انا مبقتش اقف في المطبخ فضعفت كده مرة واحدة. هنا بقى هغسل كل الحاجات اللي كانت على الرخامة دي. بصوا الدنيا متبهدلة والحوض متبهدل وفل اخر عسل يعني مفيش كلام. هغسل بقى كل الحاجات دي وهحطها في رشات الاطباق. انا سايبه هنا اطباق وكوبايات زي ما قلت لكم، ومعالق والحاجات المعالق السيليكون، اي حاجه عايزه تستخدميها في المطبخ هتلاقيها. أه هكمل بقى غسيل. وبتاعه الخل والزيت دي بما اني جبت برضو فوق اتنين غير دول، يعني اللي هما الازاز اللي انتوا شفتوهم، فهنخلي دول برضو تحت وهملاهم خل وزيت. اللي انا هعمله بس دلوقتي هقول لكم عليه، هو ده اللي انا مش هخليه تحت، يعني هنزله بس عند الطلب. كمان عايزه اشيل ستارة الحوض، وعايزه اشيل اللي هي اللي تحت الحوض، وايه تاني، يعني مش هخلي حاجه. وشلت سجادة المطبخ اللي في الارض برضو هغسلها. ما خليتش اي سجاد في البيت الا لما شلته علشان اغسله، عشان لما نفرش كده تبقى في راحه نفسيه كده، عارفين يعني ايه؟ لما بحس ان السجاد لما بيتغسل البيت كله بينور. اه والله العظيم مش عارفه ليه، حتى لو انا بنفض وما غسلتش السجاد ما بحسش ان انا مرتاحه زي ما بكون غسله السجاد. بحس لا في فرق تحسي ان الشقه نورت كده. انا غسلتهم زي ما انتم شايفين كده، لميت اي حاجه محطوطه على الرخامه غسلتها. احلى حاجه ان البوتاجاز كان مغسول طيب وملمش تراب. ليه بقى؟ علشان هو اصلا كنت مغطيه، يعني قافله الازاز بتاعه، الظهر بتاعه الازاز ده كنت قافلاه. فبصراحه زي ما كنت سايباه لقيته ما غسلتوش ولا اي حاجه. بس هو بقى عايز غسله في الروقان، يعني عايز غسله كده يطلع من مكانه ويتحط له بقى الخلطه التمام او مزيل الدهون والحاجات دي، ويتغسل من الجناب والفرن وكل حاجه زي ما احنا متعودين. هنا بقى جبت التوابل بما انهم بقالهم فترة وما كانش فيهم حاجات كتير، يعني كل واحدة فيها حبة صغيرين كده. فهنا بقى هفضي كل التوابل دي، خلاص هرميها عشان بقى اكيد فقدت كل حاجة، يعني فقدت الريحة والطعم وكل حاجة. ازيك يا كوكي؟ وحشتيني. هس حاضر. بتقولي هس، مش عايزة تقول لهم ان انتي هنا؟ انتي حبيبتي يا كوكي. طب انطقي قولي لهم ازيكم عاملين ايه، وحشتوني. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني. طب اصبري بس هخلص وبعدين هنحكي في الحوار ده. بصوا بقى انا هنا غسلت كل حاجات التوابل زي ما قلت لكم، فضيت الحاجات اللي فيها، ما كانش فيهم حاجات ياما عشان الناس بس بتقوليش حرام عليكي، بس هي فعلا بقى لهم فتره، يعني من وقت ما طلعت بقى لهم اكتر دلوقتي شهر تقريبا، فاكيد فقدوا طعمهم وريحتهم والحاجات دي. فانا مش عايزه اعمل حاجه وتكون يعني ايه، وكده كده مش هستخدمهم دلوقتي. فقلت اعمل ايه، خلاص فضيتهم وغسلتهم كده، هسيبهم يتصفوا وهرصهم. التوابل بقى ممكن يعني لو انا مثلا عايزه اطبخ تحت فممكن اجيب على حسب احتياجي علشان ما تتركنش وقت طويل، ولما التوابل بتتركن وقت طويل بتبوظ. يعني لازم يا اما محطوطه في التلاجة يا اما ان انا هسيبهم. بس يا كوكا فلا عشان كده مثلا لو التوابل دي مش هستخدمها فمش هنزلها الا لما اجي استخدمها، فاهمين قصدي ايه؟ هرصهم كده فاضيين دلوقتي بس لما يتصفوا.
هنا غسلت بقى الحوض ولمعت الرخامة، خليتها زي الفل اهي، مفيش اي حاجة. بس كده، بس كده الدنيا بقت تمام وزي الفل. هنا زي ما قلت لكم البوتاجاز نضيف اهو، كان بس فاضل ايه القطاعة دي. القطاعة دي بجد تحفة، بس انا ما بقطعش عليها لما بيكون بقى ايه ايام العيد، اللحمة والحاجات دي، فبستخدمها بس في الايام دي. بس معلش طبعا بعتذر عن الاضاءة مش حلوة خالص انا عارفة، بس يعني ايه اكيد اشوف لها حل. هغير الاضاءة دي، او هغير اللمبة دي، لان هي كانت حلوة بصراحة الاول، بس معرفش ايه اللي حصل لها يعني. بس يا كوكو اهي، دي اللي بتدوري عليها. طب بتقطعي ليه؟ اعمل فيكي ايه؟ اعمل فيكي ايه؟ هنا غسلت الرخامة برضو عشان يبقى كل حاجة مفيهاش تراب. قلت بما اني يعني حاسة كده بشوية نشاط، فنتنشط مع بعض ونزود النشاط بتاعنا و ماما، نعم. مش انا قلت لك هاتي؟ مش انا عايزه اقدم. امم مش انا عايزه هدوم جديده. انت عايز كل ما اخرج عايزاني اجيب لك هدوم جديدة، اعمل فيكي ايه؟ انا هجيب محل هدوم واخليه في البيت، ايه رأيك؟ ماشي. بصوا يا جماعه، مكه دي كل ما اخرج، يعني مثلا لو انا خرجت، انا كنت بره من شويه، كنت في مشوار يعني وجيت، فانا جايبه بصراحه دريس جديد ليا انا. ماشي، بما ان عندنا بقى ايه، شبكه في العيد، يعني عقبال كل البنوتات الامارات، بنت سيلفي وكده، ان شاء الله ربنا يتملها على خير ويفرح كل ام ببنتها. فجبت دريس جديد تمام، هي شافته بقى، يعني انت ازاي تجيبي لنفسك وما كده، ما انت عندك دريس احلى منه. بصوا انا كده خلصت زي ما شفتوا كده، وشلت ستارة الحوض برضو عشان اغسلها، وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص النهاردة، وبعدين نبقى نكمل لكم حكاية لبس الفرح دي بعد كده. السلام عليكم